ميركاتو الدوري الإيطالي يأتيكم من الصعيد سبورت. فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. رسميا، يوفنتوس يعلن تمديد عقد بريمر. أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميا مساء اليوم الاثنين تمديد عقد الدولي البرازيلي جليسون بريمر مدافع الفريق لمدة موسم إضافي. وقال نادي يوفنتوس في بيان رسمي: جدد جليسون بريمر عقده مع يوفنتوس، مما يعني تمديد علاقته بالبيانكونيري حتى 30 يونيو 2029. وأكمل النادي: يأتي هذا بمثابة أخبار جيدة للنادي ولكن أيضا لجليسون الذي يستحق عقده الجديد بكل جدارة. وكان من المقرر أن ينتهي تعاقد المدافع البرازيلي مع السيدة العجوز في عام 2028. وكان بريمر قد انضم إلى صفوف يوفنتوس في صيف عام 2022 مقابل 46.90 مليون يورو قادما من تورينو. انتر ميلان يبرم صفقة مميزة مع أولمبيك مارسيليا. ذكرت تقرير صحفية أن نادي انتر ميلان الإيطالي قد أبرم صفقة مميزة مع نظيره الفرنسي أولمبيك مارسيليا يرحل بموجبها فانتين كاربوني للأخير بنظام الإعارة مع خيار الشراء. وحسب التقارير فإن الصفقة تمت بين الطرفين واتفق على حصول الإنتر على 40 مليون يورو نظير شراء بطاقة اللاعب بشكل نهائي بعد الإعارة. صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس وانتر. كشفت تقرير صحفية إيطالية عن احتمالية إبرام صفقة تبادلية بين يوفنتوس وانتر ميلان. وذكرت التقارير أن انتر ميلان يرغب في التعاقد مع فيديريكو كيزا جناح يوفنتوس بصفقة انتقال حر بالصيف المقبل، لكن المحادثات تطورت الآن مع البيانكونيري. وذكرت التقارير أيضا أن دافيدي فراتيسي لاعب فريق انتر قد ينتقل إلى يوفنتوس مقابل انضمام كيزا إلى النيراتسوري بجانب حصول الأفاعي على 10 مليون يورو. في تور روكي يتخذ قرارا بشأن الانتقال إلى لاتسيو. ذكرت تقرير صحفية أن الدولي البرازيلي في تور روكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني اتخذ قرارا بشأن الانتقال إلى لاتسيو الإيطالي. اللاعب صاحب 19 عاما يملك تعاقدا مع البرسا حتى صيف عام 2031 وارتبط بالانتقال إلى نادي العاصمة الإيطالية والهلال السعودي في الصيف الحالي. وحسب التقارير فإن فيتور روكي رفض فرصة الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف. في الختام لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب.